اسمح، واحدة من الامور والاعتراضات والاستغراب بكثيرين بيان البارحه السيد مقتدى يحكي على الانتخابات، ولكن اكو البارحه 60 شهيد. لا هذا الحكي مو صحيح. لا البارحه بس اقرا البيان اذا ما بي اي استنكار. اكو رحمه، اكو دعوه بالرحمه للشهداء، اقرا البيان بس نهائيا ما بي استنكار للتفجيرات. اذا عندك كان استغراب الكل. اقرا البيان موجود. لا قاري اكثر من مره. كان موضوعنا المحافظه اللي هو منتخب واللي هو يمثل المحافظه يقول اني اجراء الانتخابات بالوقت الحاضر ما يخدمني. راح يصعدون مرشحي القاعده واللي هم مسيطرين. سعيد اللافي يصدر بيان يقول المرشحين مجلس محافظه اذا ما يجون بساحات الاعتصام ويقدمون ولائهم للقاعده ويبصمون هسه بالدم بالشربة ما ادري للقاعده ما يصير، ما يترشح هذا. زين. مرشحين تندق بهم ويتهددون هم وعوائلهم، هذا كله طبيعي نعيفهم. الانسحاب 2000 موظف في الموصل، صواريخ الكاتيوشا اليوم ترجع على مركز المفوضيه في الموصل، المرشحين اللي انسحبوا واللي انقتلوا، هذا كله مو بنظر الاعتبار. الشيخ قلبه محروق على الموصل والانبار على عيني وعلى راسي. اهل الموصل والانبار نفسهم لا مو تحكي عني. ما يخلي اعطيك مجال تريد. لا ما اعطيك مجال تريد. حبيب قلبي ما مو اعطيك مجال يا اخي خلي ترد هي. انت ليش تحكين عني؟ انا مو قلبي محروق على هذا الموضوع. انا قلبي محروق على انا قلبي محروق على الموصل والانبار. اليوم كارثه حصلت في الدوله العراقيه انه مجلس وزراء بناء على معطيات لجنه امنيه ارتئى ولمصلحه الناس ولمصلحه العمليه الديمقراطيه، وحتى المرشح ياخذ حظوظه مثل ما ياخذ غير مرشح، حتى جنوب الموصل وشمال الموصل نفس الاليه يصير بها ونفس الحريه ونفس الحق للمرشحين، حتى القاعده ما يصعدون، حتى القاعده ما يرجعون باطار دوله يسكنون هم مجلس محافظه ومحافظ. قرر مجلس وزراء تاجيل الانتخابات لفتره اقصاها 6 اشهر. انقلب اليوم انطبقت السماء على الارض. الاخوه قلبوا ما يخاف. لا عنده موقف تيار صدري على عينه ما يريد يجي انتخابات. احترمه. مو البيان سيد مقتدى ايش قال بالبيان؟ ايش قال بالبيان؟ قال هاي الديمقراطيه انتهت. اسمعني ما يخاف. ماتت الديمقراطيه، اعدمناها، قتلناها. شنو اللي غاثكم بالموضوع؟ اللي غاثني اخي الوزير مو نائب، الوزير موظف في الدوله العراقيه ويطبق عليه قانون الخدمه المدنيه. انت من قبلت تصير وزير وقسمت ودخلت بالحكومه تحترم الحكومه وتحترم التزاماتك. انت بعد ما صرت وزير عند تيار الصدري، انت وزير بالدوله العراقيه. ماكو شيء بالقانون يقول اعلق حضور جلسات مجلس وزراء، هذا مو نائب، هذا موظف 10 ايام انقطع يعتبر مستقيلا مثل اي موظف. اثنين، من صارت قضيه احنا تضليل الراي العام ومحاوله الحصول على مكاسب سياسيه بدماء الناس بارواح، هذا مو صحيح. بطاقه تموينيه طرحها وزير كردي وصوتوا عليه وزراء العراقيه، صوتوا عليه وزراء التيار الصدري وطلعوا بالاعلام وزراء التيار الصدري يبكون يا مالكي قطعت ارزاق الناس. والبطاقه المالكي كان رافض وما صوت على قضيه البطاقه التموينيه، طلعت للاعلام وكأن المالكي قطع البطاقه التموينيه. اليوم قضيه امنيه لا والميزانيه هم لا تنسيها الميزانيه. زين اللجان الامنيه تقول شو بيها الميزانيه؟ الموازنه مال الفائض يوزع للمواطنين وكذا، هم لا تنسيها. هم تيار صدري قال ما يخاف. احنا شاطرين فوق الدعايه الانتخابيه من يلحقنا. جاي عندنا انتخابات يوم 20/4. يا اخي هسه مره لو يقول ما يخالف والله. لو طالعين البارحه قايلين بناء على سوء الخدمات، بناء على قتل الابرياء البارحه لناس منصوبه عزياتها لحد الان دمهم ما نشف، والله نعلق. والله انا اكون فرحانه وانا اقدس واقدر واسوي لهم تمثال. بس اما يقول تهميش اخواننا السنه وهذا تهميش وهذا اقصاء، يا اخي يا تهميش يا اقصاء، الواحد يكون يحكي منطق. اليوم انت بالدوله العراقيه وعندك 6 وزارات، اذا تشعر بتهميش اخوانك السنه تنزل لك من 3 وزارات وتعطيها لاخوانك السنه وخلي يرضون. احد منعكم؟ اكثر واحد ماخذ وزارات بالدوله العراقيه انتم. ليش ما تروحون تطوعوا لهم بوزارات؟ هذا كله مغالطه. طيب شيخنا انا اريد اسال اريد اسال لولا بيان السيد مقتدى الصدر كان شفنا هيك موقف من الوزراء بعد ما شافوا سؤال مهم جدا شافوا اللي وصفته بالتدليس؟ لولا بيان السيد مقتدى كان شفنا هيك موقف؟ اليوم ما عندنا احنا عبيد ونطيع، ماكو شيء. انت اخي مو ديمقراطيه لو شنو؟ كتلة احرار واحنا والله الوزير بالاشاره اطلع علق عضويتك، بالاشاره اطلع كذا. يعني الوزراء البارحه طلعوا مؤتمر صحفي من شافوا الورقه لو بامر؟ لا امر جاهم من فوق وانتهت بعد القضيه. مثل ما امر اجى الفلاح شنشل وانتهت. خلينا ارد شيخنا. شوف اكو يصير اثبات، ما يجوز تاخذ وقتك وتاخذ وقتي، ما يصير. مو هاي انت رجل دين، اكو عداله بالوقت احمد ما يصير. غير صحيح. اولا يقول خلطه عطار، ما ادري من وين جابها بيا كليه قانون دارسها الشيخ ما ادري. اجازه اجباريه، الوزير جزء من مجلس وزراء. مجلس وزراء بموجب الدستور يرسم السياسه العامه للدوله ويخطط وينفذ. يعني هو جزء من هذا المجلس. لو غاب يعتبر غايب، مثل ما اني من اغيب من جلسه مجلس النواب ما يشفع لي اروح اقعد باللجنه.
انا اللجنه رئيس لجنه اعيد في الجلسه واقعد بلجنتي اشرب شاي وقهوه، ما يشفع لي، انا غايبه من الجلسه انتهى. بالتالي جازه اجباريه لان هو ما يمارس دوره، من يخطط مجلس وزراء او يقرر قرار شلون ينفذه؟ بالمراسله، بالتليفون، بالانترنت، على الفيسبوك يتواصل مع مجلس وزراء، واجبه يداوم في مجلس وزراء. اثنين، مو غريب عندي ولا غريب على المشاهد ولا غريب على اي واحد، اليوم نحكي هيك ورا شوي نحكي نغير. يعني هو سيقول وزراء من الطراز الاول وجيدين وعظماء وانا افتخر بهم، والله واعتزهم ومعظمهم اصدقائي، بس امير الكناني قبل شوي طالع ذولا ضعاف وذولا يحكي عليهم طلعهم ماكو، ذولا ما يقدرون المالكي وما يقاومون المالكي وضعفاء ومو جيدين وكذا. قبلها قالوا لن نشترك بحكومه رئيسها المالكي، ورا شويه طبوا اشتركوا بحكومه رئيسها المالكي واخذوا اكثر امتيازات في حكومه المالكي. قالوا لن نستلم وزارات العراقيه اللي انسحبوا منها، ورا شويه وزير التخطيط اخذ وزاره الماليه. قالوا المالكي دكتاتور، هاي الدكتاتوريه بعينها. اليوم نبكي على السيده زينب ونرفع اعلام الجيش الحر في مظاهراتنا ونحطها مو بيد المتظاهرين، على المنصه اللي نوقف نخطب بيها، والسيده زينب الجيش الحر هو اللي ضاربها. فهذا التناقض بالمواقف اخي، كون هم يلقون له تفسير مو يلقون باللائم على الاخرين. انت يا اخي وزير مو هذا حكي هذا راح يخليني اصدق المعلومه اللي وصلتني انا على خلي المعلومه اللي وصلتني شيخ صلاح. سيد مقتدى الصدر مجتمع بداود اوغلو 3 ساعات. يعني خليني ارد. لا هذا السؤال. لا جمله مغالطات. لا مجتمع. لا جاوبني على هاي النقطه. لا جاوبني على هاي النقطه بالتحديد. انا وصلتني معلومه انه السيد مقتدى الصدر مجتمع مع وزير الخارجيه التركي. صحيحه وارد. غير صحيحه؟ ارد 3 ساعات. نقطه رقم 1 وطالع داود اوغلو وقايل هذا اعظم 3 ساعات بحياتي. والتيار الصدري بالمناسبه اكثر واحد اخذ امتيازات بهاي الحكومه، هم خاف واحد يقول لك لا. وزراء الاكراد صار لهم جلستين ما جايين، ما اعطيتوهم، ما اعلنوا تعليق عضويتهم ولا اعلنوا انسحابهم. ما اعطيتوهم اجازه اجباريه لان ما اعلن انسحابه. اليوم الوزير الكردي ابدا ما اعلن، اتحداك ما اعلن. قالوا نخلص نوروز ونرجع. من يعلن رسميا راح تلقي في نفس اللحظه اللي يعلن بها يعطى اجازه. ليش؟ لان قانون الخدمه المدنيه يطبق عليه 10 ايام يعتبر مستقيل وراح، بس بما انه ماكو شيء تعليق هو ياخذ اجازه، يريد يداوم يحترم يلتزم بالقانون يلتزم، ما يلتزم لا يلتزم. مو فرحانين. التيار الصدري ايش قد ماخذ اخي؟ التيار الصدري ماخذ 40 نفر، ماخذ استحقاق بقد العراقيه من 90 كرسي، لربما اكثر منها، ماخذ وزارات وماخذ نائب رئيس اسباب الخطوه. اسباب الخطوه شنو؟ بالتالي الامتيازات هاي والشراكه، انت من تقول شريك تحترم الشراكه وتعمل بشكل ايجابي وتنتج، مو انت قاعد للحكومه وكانه ندء لك بس تريد توقعها في منزلق. انا اسالك، انتم لو كان طرحت بس الانبار، هسه انت تقول الانبار وبحيثيات وكلش قلبك محروق، ولا والله انا يؤلمني واللي ذكرته انت كلش، مو بس انا مشخصه، الشارع كله مشخصه. يقول لك احنا البارحه 100 عزا منصوب و100 شهيد و100 جريح و100 ايد مقطومه و100 رجل مقطومه، احنا ما محروق دمنا. القاعده تقول اذبح الحياه الرقطاء بالنجف واذبحها في فلان مكان واقتل عبد الحسين واقتل عبد الزهره، وذولا نفسهم يرقصون هسه راح يصعدون بالانتخابات. انا ما ابكي على ذولا اللي راحوا، ابكي والله شلون تاجلت الانتخابات بالانبار والموصل، وكانه اعدمنا اهل الانبار والموصل. تاجلت شهرين وينتخبون واحنا الممنونين ويصعدون مرشحيهم بس بحريه كامله بدون ضغط على المرشحين. وطنيه محتاجيها. لا اثنين ما يخالف. من نشوف الشيعي يدافع عن حق السني هاي محتاجيها. الشيخ على راسي، الشيعي والسني بيت واحد واكل واحد ونفط واحد وكل شيء مصيرنا واحد ارتبط. بس مو معناها افرط بحقوق ناس يا اخي، مو معناها اسمح لابو القاعده يصير مجلس محافظه ويجي يذبحني مره ثانيه، مو اسمح للطائفيين والمتطرفين متحدون وغير متحدون. من اللي يخطب بالطائفيات اليوم؟ مو رافع العيساوي؟ مو اللي يريد نسلم زمام الامور في هذه المحافظات؟ يحكي لي على الدكتاتوريه، يقول والله دكتاتوريه والمالكي دكتاتوريه. وين دكتاتوريه المالكي؟ مو اليوم بيان من عندكم صادر يقول اللي ينتقد الوزراء سيعاقب عقاب شديد. يا اخي شنو هو حزب؟ لو ما تقول لي انا ما شايفه ايش ديمقراطيه بالدوله العراقيه. الاعلامي ينتقد، السياسي ينتقد، الطفل ينتقد، الكبير ينتقد. ما شفت واحد قال للواحد عاقبك ليش تنتقد؟ مو ننسب يوميه بالاعلام. والله ما طيب اسمعي، هذا العلم هو الذي وضع علم شكر القوتي، اما علم الجيش الحر فليس هذا العلم، جيش اخر. اما علم جيش النصره فهو للقاعده. لا طلع بيان، طلع عندكم بيان قال رفع. احنا ننشر رساله، طلع بيان رسمي ليس هذا البيان فيه تضليل بالمناسبه. هذا البيان طلع عندكم بيان قلتوا به رفع علم الجيش السوري الحر من باب الحياد. من باب الحياد. اولا في يوم 17 خلينا نجاوب على مدرب شوف الناس. طيب اولا بيان صادر من عندكم واتمنى تروح ترجع قد ما مطلع عليه اطلع عليه. يقول رفع اعلام الجيش الحر هو
جزء من حياديتنا. جيش المهدي مو انا اتهم اقول قتل وقتل وقتل بس في السده، اللي اليوم انت تبكي عليهم، اللي يصلي وراهم جماعه يقولون جيش المهدي قتل وقتل وقتل، مو انا يصلح مواقف على راسي، خليه يروح يصلي صلاه جماعه، بس مو يتهمنا هو شيعي واحنا يهود. بس اللي قتل جهه تبناها السيد رئيس الوزراء تبنيا كاملا، اسمح لي، بعنوان اليوم يريد يدخلهم الى بعنوان شيخنا بس خلي تجاوب ارد اروح بعنوان سياسي. لا تعرف شنو الحوار، لا تعرف شنو الحوار، فلن اجلس معك في حوار. اثنين انت انا لو ادري اجيب وثائقي الوثائقي غير من يتكلم. يقول بيان يوم 7/3 استفتاء لسيد مقتدى الله يحفظه، يقول لا يجوز انسحاب وزراء العراقيه. اليوم ايش قد بالشهر؟ يا اخي هي المواقف الصبح شيء وبالليل شيء، شنو اللي تغير عندك؟ شنو الغايه؟ شردون اليوم 7/3 يقول الوزراء لا يجوز انسحابهم وهذا ضرر بمصالح الشعب، اليوم ماكو مصالح شعب، موازنه ينتظرها الناس والدنيا مقلوبه وانتخابات يوم 20/4، انت مو تؤمن بالديمقراطيه مو تريد انتخابات؟ والله شنو تاجلت انتخابات الموصل والانبار؟ كلام هو هذا التضليل بعينه. المالكي اجل الانتخابات، يطلع الشيخ نفسه بالاعلام يقول والله المالكي من قرر 20/4 الانتخابات ما سال مجلس وزراء، طلع على قرار مجلس وزراء مو طلع بالاعلام كله والقرار وانشال هيك. قدمت المفوضيه مقترح، قالت انا اقترح من 10 إلى 20 يا مجلس وزراء اختاروا يوم، قعدوا وزرائك ناقشوا خميس لو جمعه لو سبت وبالاجماع قرروا 20/4 الاعتبارات عطله، وقبلها تطلع حضرتك بالاعلام تقول والله القرار اتخذ المالكي. الخيارات عديده واليوم اجازه اجباريه للوزراء ويمكن باكر يرجعون وراها يرجعون، حكومه ماشيه وما بقى شيء من عمرها، هي كلها سنه زمان. امامنا خيارين، اما تذهب باتجاه حكومه الاغلبيه او تذهب الى حل البرلمان، وهذا حكينا احنا قبل يمكن سنه قلنا الحل الامثل. ما خايفين على تصدع التحالف الوطني؟ والله يسأل من صدع التحالف الوطني، وليست المرة الأولى التي يخذل التيار الصدر التحالف الوطني ويشق الصف الشيعي ويخرج في موقف يختلف عن موقف إخوانه في كثير من القضايا المصيرية ويتحملون المسؤولية أمام جمهورهم وأمام ناخبيهم. ليست المرة الأولى التي يضعون التحالف خلف ظهرهم ويسيرون في اتجاه لا نعرف إلى أين. خلي يقولون إحنا حلفاء مع الكردستاني وحلفاء مع القائمة العراقية، ما تبقى من القائمة العراقية لأن كثيرين من العراقية اليوم في صف التحالف الوطني. خلي يحجون صراحة يقولون خرجنا من التحالف الوطني ولم نعد جزء منه. اما رجل هنا ورجل هنا، انا اتصور لا تخدم تيار الصدري ولا تعطي مصداقيه امام جمهورك ولا